تعالي بقى وانا اقول لك ازاي انت هتشغلي الموبايل بتاعك ازاي بطريقه اسرع وتسمعي الفيديوهات لاختك او اخوكي او اي قناه انت بتحبيها. عايزه تشجعي اختك او اخوك على القنوات بتاعتهم الصغيره، ازاي ان انت تشغلي الفيديو. انا حبيت اجيب لكم الموبايل، بس الموبايل مش عارفه يشتغل معايا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على خير المرسلين. اهلا بيكم معايا في فيديو جديد، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده جايه اعلمك معلومه حلوه قوي هتنفعك لو انت عايزه مثلا تشجعي صاحبتك في مشاهده القناه بتاعتها، وانت تساعديها وهي تساعدك. فبتملي من ان انت عايزه تسمعي الفيديو، طب انت مش عارفه الوقت بتاعه طويل، طب انا عايزه اشوف غيرها وايه، عايزين نساعد بعضينا. طب انا اعمل ده كله ازاي؟ بحاجه سهله قوي صغيره جدا. انت كلنا بتعدي علينا بناخدش بالنا منها، بتبقى موجوده عندنا على شاشه الموبايل وما بناخدش بالنا منها، ان احنا ممكن نسمع المشاهدات. طب انا ازاي اسمع المشاهدات اسرع واسرع واسرع؟ يعني انا ممكن مثلا اسمع نص ساعه في 15 دقيقه، طب ازاي هسمع 15 دقيقه؟ ال 30 دقيقه اسمعهم في 15 دقيقه. طب انا ممكن اسمع ال 24 ساعه اسمعهم في 12 ساعه اهو. طب انا ممكن مثلا اقدر اسمع 48 ساعه في 24 ساعه اهو. طبعا كل ده موجود بقى عندك، بس انت ما بتاخديش بالك او انا ما باخدش بالي. اتعلمت المعلومه دي يمكن هنا قريب، علمهاني بصراحه ابني، وهي كويسه جدا وبتساعدني ان انا اسمع. هو ممكن الصوت بس هتبقي شايفاه كده، بس هتبقي فاهماه سريع كده، ومش عارفه الفيديو بس بتبقي فاهماه. بدل ما تقعدي كل شويه تسمعي المقطع وتروحي جايه راجعه له تاني، لا اجري شويه. طب فاتتك معلومه من المقطع دوت، طب فاتتك حاجه لو انت مثلا عايزه تسمعي وصفه مهمه ومستعجله ومش عندكيش وقت، طب عايزه اجري الوصفه، طب انا عايزه اشتغل في الوصفه، طب الوصفه طويله، طب انا نسيت عملت ايه، ارجع اشغل الفيديو تاني، طب واجيب مقطع وامشي مقطع وهكذا وارجع تاني. طب انا كده غلبت نفسي وهلكت من وقت كتير، وهلكت ممكن من الباقه. ممكن يوفر معايا في الوقت ويوفر معايا في شحن الموبايل، ويوفر معايا تاني ان انا بدل ما اقعد اخد وقت طويل وامل وازهق واروح خارجه من الفيديو. لا ده الفيديو طويل، ده الفيديو 20 دقيقه، ده الفيديو 25 دقيقه. لا تسمعيه بطريقه سهله جدا 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 واسرع كمان، ومتضيعش معاكي وقتك ومتضيعش معاكي مجهودك وما تضيعش معاكي شحن الموبايل، ما تبقيش مليتي وزهقتي ده الموبايل. طب انا كنت عندي الفيديو انهو. لا كل ده هتسمعيه وكل ده انت هتسمعه، وهتشجعني وهشجعك وهتشجعيني وهشجعك، هكذا نسمع الفيديوهات لبعضينا بدل ما احنا يحصل لنا ملل. وبالعكس هتفصل مشاهده كامله، مشاهدة كاملة لكل اللي انت سمعتيه. حتى لو سمعتي من الفيديو نصه بتوصل مشاهدة كاملة. اهم حاجة لما نيجي نسمع اي فيديو يعني ما نخرجش منه قبل 3 دقايق. يعني مثلا الفيديو 12 دقيقة، انت كده هتسمعي مثلا منه 6 دقايق، هتسمعي الست دقايق دولت وصلوا 3 دقايق هناك بالظبط. ممتاز كده جدا. هتسمعي الست دقايق دول ال 12 دقيقة اسمعهم في ست. فيديو مثلا جايباه 20 دقيقة، طب انا هقدر اسمع الفيديو ده في 10 دقايق ازاي؟ هسمعه طبعا هتسمعيه في 10 دقايق. طب انا مثلا عايزة اسمع لها فيديو 3 دقايق بس، اسمع ازاي الفيديو 3 دقايق؟ هتسمعيه في دقيقة ونص. في دقيقة ونص مش هياخد منك وقت، هيتحسب لها 3 دقايق، هتسحب لها مشاهدة. لان الفيديو اللي اقل من 3 دقايق بالحذافير زي كده ما بيقولوا ده ما بتحسبش مشاهده، وانت كده بتسقطي قناه اختك او بتسقطي قناه اخوك. وما ينفعش، لازم يبقى عندنا ادراك ان كده انت بتضيعي القناه وبتضيعي القناه لاختك وبتضيعي القناه لاخوك، وتعلمي لنفسك ان انت بتحبيني وان انا بحبك، وتفضلي بقى تضيعي لي في قناتي وانا اشهد لك بصدق وانت ما تشهدليش بصدق. لا لا كده احنا بنضيع قنوات بعض. لازم بقى لما نكون عايزين نشجع بعضينا، وربنا هيبارك 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 في الباقه اللي انت بتسمعي منها. صدقي بالله انت كانك بتعملي صدقه. انت لما بتطلعي الصدقه ديت وبتساعدي اختك دي، شايفه ان هي محتاجه، شايفه ان هي عندها شويه احتياجات كتير في مطبخها في بيتها في معيشتها، انت كده بتشجعيها كانك بتطلعي صدقه. كل وقت كده من وقت للتاني بتطلعي كام صدقه منك في الشهر. انت بتشجعي اختك وانا اشجعك، وبكده بنعلي اقتصادنا في مصر. ما انت لما تشجعيني لا انا هشجعك وانت هتشجعيني. بلاش ان انا اروح اسمع لك الفيديو وانت تروحي خارجه منه ما تكمليش ثواني كده وفيديو دقيقه وتخلصي. ما أنا ممكن جايبه لك حاجه هتتعلمي منها انت كمان حاجه تعمليها. ممكن انت تشوفيني في مونتاج عملته وعجبك، انت تغيري في حاجه هي خلاص هتعمليها انت بحاجه تاني. انت تاخدي مني فكره وتاخدي من قناه تانية فكره، خلاص وصلنا بعضينا للطريق السليم. هو ده اللي انا كنت عايزه اوصله لكم النهارده، ان انت هتسمعي الفيديو ده ازاي للاخر. هقول لك انا تسمعيه ازاي للاخر. شفت انتوا كده لما تيجي تشغلي الفيديو، اديكي شغلتيه مثلا بتلاقي علامه اكس، انت شغلتيه كده هتلاقي علامه اكس كده ان انت بتشيليها كده عشان تشوف الصوره واضحه.
هي دي اللي احنا بنشوف فيها الصوره واضحه. طب هنعمل فيها ايه؟ هتشيلي علامه جنب علامه الاكس دي قبل ما تشيليها في قرص الاعدادات، في قرص كده الاعدادات. انا لو في الموبايل التاني بس لو اشتغل معايا هوريهولكم، او هحاول اجيب لكم مونتاج منه كده. القرص بتاع الاعدادات دوت بتدوسي عليه ففي حاجه اسمها سرعه التشغيل، او مكتوب لك فيه موبايلات بيكتب فيها سرعه التشغيل، موبايلات بيكتب فيها السرعه العاديه. لا انت السرعه العاديه دي تدوسي عليها او سرعه التشغيل، وهتنزلي هتلاقي ايه، السرعه العاديه دي جايه في النص، وعندك في البطيء لفوق لفوق كده مثلا ايه اقل من نص، اقل من واحد. لان الناس اللي عايزه تسمع الحاجه كده ببطء دي بتاخد وقت طبعا طويل جدا. اما بقى بالنسبه بقى لو انت السرعه العاديه انت واقفه عليها اهوت، هو كده كده بيجيب لك السرعه العاديه. هتنزلي تقولي سرعه 1.5، السرعه 75، يعني اقل من الاتنين، وفي سرعه 2 اسرع بمرتين او اسرع باتنين. في ناس بتكتب عندها 2 لو موبايلات قديمه، اما الجديده بيكتب عليها اسرع مرتين. هتسمعي الفيديو بيجري بس هتبقي فاهمه الكلام بيتقال ايه، تبقى فاهمه الكلام بيتقال ايه بالمره كمان ايه، تكون خلصت المشاهده اسرع وفهمت، وانت تاخدي فكره وانا اخد فكره، ونمشي الدنيا مع بعضينا، بدل ما احنا ايه واقفين في الطريق وكل واحد واقف ايه، لا اللي يشاهد للتاني ايه دقيقه نص دقيقه، ما نوقعش لبعضينا الفيديوهات. يا رب يكون الفيديو النهارده فهمتوني عايزه اوصل لكم ايه. وما تنسوش اللايك والشير لاصحابكم، وتفهموهم ان كده هو تسمعوا الفيديوهات اسرع واكتر، حتى لو انت